عايزه تعرفي تختاري شريك حياتك ازاي؟ طب لما بتيجي سيره ان في حد متقدم قلبك بيتقبض كده وبتخافي؟ كل ما بتدخلي علاقه بتبوظ، وساعات الشخص كده بيبان كويس في الاول، بس اول ما بتقربوا بتحسي ان ده كان اكتر قرار غلط اخدتيه في حياتك. طب محتاره جواز الصالونات ولا جواز الحب هو اللي هيخليكي تعيشي حياه سعيده؟ علاقه الاب بالام ما كانتش احسن حاجه وده مخليكي خايفه تاخدي القرار ده وتكرري التجربه دي تاني؟ طب انت دلوقتي في علاقه وحاسه بالتوهان انه ايه العيوب اللي ينفع افوتها وايه العيوب اللي ينفع اقف عندها؟ طب المشاكل اللي ما بينكم كبيره قوي وكل ما تتكلموا في موضوع يقلب بخناقه ومش عارفه كمان تتفقوا على ايه قبل الجواز والمفروض تظبطوا حياتكم ازاي؟ كل ده واكتر هنتكلم فيه بالتفصيل، هنتعلم ونتدرب، وهيبقى فيه كل شهر ميتنج عشان نشوف كلنا وصلنا لغايه فين. هستناكم في ورشه سنجلز كلوب. انا رحاب لطفي، كوتش علاقات معتمد من ICF. عملت اكتر من 300 ساعه كوتشنج، في منهم كتير ناس ساعدتهم ان هم يعرفوا يختاروا شريك الحياه المناسب، وناس تانية حطيت لهم خطه عشان يعرفوا يعيشوا بعد الجواز مبسوطين وفي حياه مستقره. لو مهتم